مرحبا بكم جميعا، عدت لكم عودة قوية وبالذات حق ديزرت فورس. شكر خاص حق ميرزا، ترى ميرزا انت حبيبي، بس ايش فيك مع التلفزيون لما تقول والله بدكم تشوفوا شيء غريب، بدكم تشوفوا والله انت فنان وما جبت عريفه ليش؟ وانا عريفه بسيسو، ها ملاكمتنا. ومن ناحيه الاكاديميه ديزرت فورس الاكاديميه، يعني صراحه اداء جميل، لكن سعودي اللي هو يزن ايش فيك كله تعض؟ ليش كله تعض؟ انا عندي لك واحد ابيك تعضه، بتعضه؟ نعرفك عليه الكينج، هاي اسمه الكينج، شفته؟ هاي ابيك تعضه شفته؟ هاي عضه شفته؟ راعي سبيعي موجود، الشيخ سبيعي موجود، شوفه هذه شفته؟ يعني تعض ليش؟ ليش كله عض تلعب فايتنج والله ما تعض. وحبيت اقول لكم على المباراه الجايه ان شاء الله راح تنصدمون منها، راح يكون مقاتلي ايضا سعودي، وطبعا ما اعرفه ولا ادري عن ايش اللي بيلعبه، وبعد ما همني صحيح انه بطل يقولون هذا، ما افتكرت في الموضوع هذا كله، لكن صدقوني راح تشوفون مباراه دمويه، بتشوفون عجزات دمويه. وهذه شفتوا هذه ابى دخلي يلعب فايت مع عريفه بسيسو، ما كنت اعرف بسيسو من عريف يا الله جمال وملاكمه، جمال ملاكمه يا اخي، الواحد شو يسوي؟ يتعب نفسيا معاه. لا تلكم لك يا اخوي، انا عشانها شوف، انا كان وزني 77 والكل يدري انا زدت 70 بس عشان العب مع عريفه بسيسو. وزنك 70 نعم يا سلام. لا تقول 70 لا عريفه بسيسو يمكن 60 66. ترقبوا المباراه الثانيه، ترى بتكون فيها قتل صح، وبالذات مع السبيعي. ايش رايك بالمباراه الاخيره؟ لا ما شاء ايش رايك فيها؟ ابدعت؟ الله. اي ما شاء الله. طبعا ما عرفتكم على السبيعي صاحب هذا الذئب، خلاص بسميه ذيب. اسمك ذيب ولا اسد؟ رد يا اخوي. اسد. وناصر النعيمي لاعب فنون قتاليه ودائما يساعدني في الفايتنج، وابو جاسم هو المدير العام اخوي محمد النعيمي. وعرفكم على البادي بيلدينج، حبيب بادي بيلدينج محمد ريس لاعب سامبو، سعد الذيب، هاي اخوان حبايبنا. ابغى اقول لكم اساميهم عشان ما تغزلونه بعدين تعوزونه بعدين ها. وسماء يا اخوي، ولا يسمونه سماء ولا وشو؟ بيوتيفل. وحق كاميرمان الحب اللي يصور الحين حبيبي يا اخوي. زين اعطوني يا جماعه الخير في المباراه الثانيه، تنصحوني شلون تبوني العب؟ تبون نفس ستايلي ولا تبوني اغير؟ والله خليك والله تعودنا عليك انك والله كابتن، انت تعودنا على التغيير. اكيد تعودنا على التغيير ما يبي كل مره ستايل. اي لحظه الدايت ما اقدر اكل يا اخوي خاطري، وبالذات حق عرب ام عرب سميميه قاعد بس حقها بيستانسون عرب سميميه، يبون احط عرب سميميه التكنيك حتى باليلا قاعد اقولها عرب سميميه. التكنيك القديم حلو بس جدد فيه شوي، اطوره يعني، طور شوي. اسوي نفس الحب هذه الكينج، اسوي نفس الحركات ولا ما اسوي؟ تبي عرفها بسيسو؟ ما في عرف بسيسو، انا باخذها بس. زين. وطبعا نزلت وزن مثل ما سمعت من شوي 70 كيلو. مباراة دموية، قتل في قتل. قالوا لكم يا وحش، الحين انا مسكين عند الكينج هذه مسكين. تذكرت سمبوسه ما بعد، لا بعرفكم على بعد سمبوسه نفس هذه بس دبل منه، يعني عاد اللي يشوفه الحين بيسوي كذي. موبايلك لو سمحت قاعد اصور. المهم طبعا المباراة الثانية قريب ان شاء الله راح تشوفونها في تاريخ 27، بس يكون اللايف بعدها باسبوع. ابو جاسم تتذكر اللايف صح؟ اي متى ان شاء الله اللايف 27؟ متى الاعاده؟ اللايف 3 رجال المدرسه. المهم 3 2 بيكون اثنين على وزن 70 بيكون على الفاينل اللي هو والله نسيته، والله صدقني نسيته، صدق حبايبنا مفاجأة ندخل. مو مهم بس راح ندخله النهائي ان شاء على النهايه، راح يلعب. شوف حتى بينام، راح ينام. بتلعب على النهايه وراح تلعب على النهايه يا طيب يا طيب رقد لسه بدري يا حبيبي. المهم وتعال ابو جاسم، هلا ايش رايك انت تلعب على وزن 93؟ ما في منافسين، ايش رايك انت؟ ما في منافسين يا اخي، ما تبي؟ ما شلون ما في منافسين؟ منافسين. ترى كينج. من ساعه قلت له هذا يعض ما ادري اسمه اروح اتعضض. لا المشكله يعض، عضته خطره يا هاي ريال. العضاضه في النمر المقنع. ما ادري ايش يعض يا اخوي. عض اقول لك ذاك معضه سوى شي قال ما سوى. هدي مو بلك انت، هدي. المهم عض بيضربني. انا عصر ما يضل ينعض. يا رب ايش رايك في الاكاديميه؟ ايش رايك في الاكاديميه؟ لا ممتازة. لا برنامج جيد والله صراحه برنامج بس جيد. يعني نعم حبيت، بس في شيء بس حبيت اوضح لكم على سبونسري لما قصر معي اللي هو ناصر بن خالد والله نعم فيه والشيخ فالح بن حامد بن فالح. نعم طبعا وما قصر ما السبيع الذيب
على دعوتي عشان اشوف الحبوب هاي والكابتن ناصر نعيمي ونعم واخوي الشباب كلهم اللي ما قصروا. وهلا هلا بنفسكم، وراح تشوفوني ان شاء الله، تابعوني ان شاء الله قريب على ام بي سي يا جماعه الخير. وتكير، نشوفكم ان شاء الله مره ثانيه. مع السلامه.